لك بعدي لك عم مسافر. السلام عليكم. شو بدك؟ الله يسامحك يا عمي ابو ظافر، السلام لله. هلا مالي فاضي لك، شو بدك؟ شفت شو عملوا فيني اهل الحاره يا عم ابو ظافر؟ تستاهل. شيت انك بالهموطي هي بعرفها، بس انك تقطع ارزاق الناس هي وطاوه ما كنت بعرفها. معقول لكان تروح تحط لهم ملح بصحون الفول؟ والله العظيم. لا تحلف. ابو عصام واهل الحاره شهدوا عليك وما راح يتبلوك، وربي بعد اسمه هو اللي فضحك. بقال لي الله يرضى عليك شو بدك لانه عندي شغل. صفيت بلا شغل يا عم ابو ظافر، والله اذا ما بتشغلني بموت من الجوع. شوف اني شغلك هي لا تحلم فيها لانه انت واحد ما بيتامل لك، بس يعني اذا قلبي حن ولوى بشوف لك حدا من اصحابي بالزرابليه، بسوق الخيل، بسوق العتيق، بالبزوريه، بلكي يعني بيشغلوك عندي. الله يسامحك يا عم ابو ظافر، هلا انا ما بيتامل لي؟ إيه لا سيدي ما بيتامل لك، واللي جرب مجرب بيكون عقله مخرب. نسيت شو عملت لك مشان ابو عصام؟ نسيت شو كنت تحكي لي مشانه؟ بس لك كل شيء عملته يا واطي قبضت حقه ولا لا؟ شوف الدرمل بريحه طيبه بلا ما ضوج عليك. ها لك يعني درمل عم تقلعني؟ ايه سيدي مايك لك وهبني اياها انقلع من هون. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يجيبك يا طولة البال.